كام مول من ثاني اكسيد الكربون وكام مول من الاكسجين؟ يلا ده سؤال بقى للتمييز بقى اهو، ده بتاع التمييز. يلا يا مورا قول. الله يرضى عنك، فاكر معادله؟ يلا يا باشا. افتكر الاسامي اللي هنزل لهم. ها قول. 4 ام او 2 اللي هو كي او 2، يعني انت بتحط الصيغه العامه ماشي، بس هنا خاصه بالكي ماشي، زائد 2 سي او 2. الصوت يا شباب، في عامل حفاز على السهم. مم. اه ايه تمام، الكاتاليست ممتاز ممتاز. 2 كي 2 سي او 3. والله يا ابني تستاهل فعلا التمييز ده، اقل حاجه ليك 3 او 2. طب عايزين نعلي الورقتين اللي انت هتاخدهم بورقه كامله كده اكبر شويه، ركز كده معايا. مش لسه في منه بقى امبارح يا سبيك، اللي هو الورق الكبير. والله خلصت امبارح ليه؟ ايه؟ طيب ها، ركز معايا. لو انا في غرفه او في طياره، حجم غاز ثاني اكسيد الكربون 89.6، حلو كلام. عايز اعرف انتاج الاكسجين هيبقى قد ايه؟ صح ممتاز. اضرب يعني اضربها في كام على طول في الرياضه؟ اللي هو واحد ونص يعني. يبقى اذا تاخد قاعده، ممتاز جدا يا عمر. تاخد قاعده دايما ان انتاج الاكسجين اكبر من اكبر من استهلاك ثاني اكسيد الكربون بمقدار مره ونص. يعني لو انا هاخد 2 من ثاني اكسيد الكربون اطلع 3، لو اخد 4 اطلع 6، لو اخد 6 هطلع 8 وهكذا. معايا الكلام ده؟ يبقى اذا هو اكتر مني بمقدار مره ونص، يبقى اضرب القيمه دي فعلا في كام؟ ها، في واحد ونص، تطلع انتاج الاكسجين بتاعتك اذا كان بيتكلم في حجم، اذا كان بيتكلم في حجم 10 على 10. تمام. اكتبي كده عمر عندك تمييز. طيب معاذ باشا، صعوبة حصول على فلز السيزيوم. صعوبة الحصول على فلز السيزيوم. ها، ايه؟ قلة وجوده في مركباته، صح؟ قلة تركيزه. انا بحاول اسمع الصوت يا شباب. ايه الكلام الجميل ده؟ طب هو اكبر رابطه فلزيه ولا الليثيوم اكبر رابطه فلزيه؟ اكبر رابطه فلزيه ولا الليثيوم هو اللي اكبر رابطه فلزيه؟ اكبر، ما هو اقل من الليثيوم. طب ليه؟ ايه؟ كبر حجم الذره. الله يرضى عنك يا ابني، اجاباتك كلها مميزه. خش معانا في التمييز وراجل محترم ده. يلا يا باشا كله ركز معايا، كله ركز معايا. خاصيه رقم 6. خاصيه رقم 6 كله ركز معايا فيها يا اولاد. ها، خاصيه رقم 6 هي اللي هتشرح النهارده، وبكره ان شاء الله هنكمل باقي الخواص. كده هتبقى اخر خاصيه كبيره في الخواص ديت، هي رقم 6. مش كبيره طبعا زي بتاعه الباقي، ولكن من اواخر الخواص الكبيره. تمام. بعد كده ان شاء الله الخواص اللي جايه كلها صغيره، دي اللي هنخلص بيها ان شاء الله الخواص كلها قبل ما نعمل كويز شامل عليه في نهايه الاسبوع باذن الله. تمام. طيب نركز كده مع بعض، نركز كده مع بعض. خاصيه رقم 6 بتقول ايه؟ بتقول تتفاعل فلزات ال1A مع الهيدروجين مكونه هيدريدات الفلزات. درسنا يا اولاد، درسنا يا اولاد، درسنا في الترم الاولاني ان عدد تكسد الهيدروجين كام؟ حد فاكر؟ ها، الهيدروجين ايه؟ 5 وايه؟ 5 و3. لا الهيدروجين مش النيتروجين. ها، واحد. بس بلاش تقول واحد، نقول بالاشاره عشان العدد تكسد الاشاره موجب واحد. صح. في جميع مركباته، في جميع مركبات ما عدا مركب او نوع مركب الاشاره فيه سالبه، ده الحاله الشاذه بتاعت الهيدروجين اللي احنا بنتكلم عليه ده فعلا، اللي هو الهيدريد. عارف الكلام ده؟ يبقى اذا انا داخل وعارف ان هذا الهيدريد بيتكون من التفاعل الفلزي مع الهيدروجين، بس بيكون عدد تاكسد الهيدروجين فيه بسالب واحد. بسالب ايه؟ حلو قوي. يبقى اذا هيدريدات الفلزات، هيدريدات
الفلزات نوع من انواع المركبات، خلي بالك الحته دي، الايونيه التي تنتج من اتحاد فلزات ال1 A مع الهيدروجين. طيب يعني ده نوع من انواع المركبات الايونيه، مركب ايوني، هو مركب ايوني. معنى ان هو مركب ايوني يعني انت ضامن ان يكون فرق السلبيه الكهربائيه بتاعه كام؟ فوق ليه؟ لا 9 ليه؟ 1 و7 فوق ال 1.7 صح؟ اسكت، ده اقل من 1.7. وده كان الحاله الشاذه لو تفتكر يوم درس الرابطه الايونيه. من ضمن كان عندنا حالتين شاذين، واحد معدي ال 1.7 وقلت عليه مش ايوني، وواحد كان تحت ال 1.7 وقلت ايوني. حد فاكر؟ مين اللي كان معدي ال 1.7 قرب كده قلت انت مش ايوني؟ اتش اف صح. طب قلنا ما قلناش ان هو مش ايوني ليه؟ عشان بيتكون من لا فلزات. طب قلنا دوت على الرغم ان هو فرق السلبيه الكهربائيه بتاعه اقل من 1.7 الا ان هو مركب ايوني. ده الحاله الشاذه بتاعته. ده بس فلزات او هيدريدات الفلزات بصفه عامه، ولا هيدريدات فلزات ال1 ايه؟ ال1 ايه بس. ما في الكلام ده؟ يبقى هيدريدات فلزات ال1 ايه مركبات ايونيه على الرغم من فرق السلبيه الكهربائيه بتاعه. طيب بيوصل تيار كهربائي؟ قال لك اه. طب ايه الحاله الفيزيائيه لهيدريد الفلز اصلا يا مستر؟ ركز بقى معايا. الحاله الفيزيائيه، الحاله الفيزيائيه لهيدريدات فلزات ال1 ايه صلبه. طيب عشان يوصل التيار الكهربائي مفيش ماده ايونيه في الحاله الصلبه بتوصل تيار كهربائي. علم. المفروض اساسا كلامك غلط يا مستر، ده اي ماده ايونيه بتوصل تيار. اقول لك صح، ما قلتلكش حاجه، بس انا بقول لك مفيش ماده ايونيه وهي في الحاله الصلبه بتوصل تيار كهربائي. انا ما قلتلكش ماده ايونيه ما بتوصلش. ها حاضر، ما انا اشوف بس عشان كده نوزع التوزيع. انت الراجل ما بتقولش كتير، قول. لا مسافه ايه المزايد ايه؟ قول يا محمد يا صلاح. 10 و10. قول ما تبقاش على ايونات، ما تبقاش على كتير محمد صلاح، ما تبقاش ايونات، ما تبقاش ايونات. لازم الماده عشان توصل تيار كهربائي، لازم الماده عشان توصل تيار كهربائي لازم تحتوي بداخلها على ايونات. والايونات نوعين، ايونات ايه وارفع ايدك، وايونات ايه. وبعد ما تقول لي ايونات ايه وايه هقول لك طب دي في حاله مين ودي في حاله مين. الايونات عندي لها اسمين، الناس اللي ما بتنساش الشرح. لا مش اقصد كاتيون وانيون. الايونات اللي هي الموجبه والسالبه اما ايونات كذا او ايونات كذا. قول اساميها. لا دي الاقطاب، وكاتيون وانيون دي الاشارات. لما كان بسمع عمل الايونات الموجبه والسالبه ممكن تبقى ايونات لها اسم او ايونات لها اسم على حسب الحاله الفيزيائيه. شرح احمد. قول يا عم احمد. ايونات حره ممتاز، او ايونات مماهه. كمل بقى. ايونات حره امتى؟ على مهل. ايوه صح صح. ها لو هو ايه سائل يعني ايه مصهور، ومصهور. وايونات مماهه محلول. 10 على 10. تمام. الايونات فعلا نوعين، ركز بقى معايا في الكلام ده عشان الكلام ده مهم، عشان الحته دي عليها اسئله، عشان كده بذكرك بالكلام ده. ما فيش حاجه بتاخدها قديمه الا ما بيحتاجها هو قدام. فانت بتيجي تعطل ليه؟ اصلا مش مذاكر القديم. نفس الكلام بقى قيسها في كل منطقه كيمياء طول ما انت طالع. كل ما بيطلع بيحتاج حاجه قديمه، مش معاك قديم مش هتعرف تجيب الجديد. كل شويه بيحب يفكرك بالقديم عشان يقوم بالجديد. تمام. الحاله الفيزيائيه للهيدريدات فلزات ال1 اي صلب. اوكي. هيدريد الفلز عندما يكون في حاله مصهور، لما يكون في حاله مصهور يوصل التيار الكهربي، يوصل التيار الكهربي مش بحيث تكون ايونات الهيدريد
الهيدريد للفلز على هيئه ايونات حره ولا ايونات مماهه؟ ها؟ ايونات حره ولا ايونات مماهه؟ حره. ايه الفرق ما بين الايون الحر والايون المماهه عشان تعرف تكمل النقطه اللي بعد منها اللي انا عايز اوصل ليها؟ انا عمال الف عشان النقطه اللي جايه دي. الايون الحر ايون فقط من غير ميه، ايون ذاتي. اما الايون المماه هو ايون ومختلط بالماء، يعني مع حد تاني. معايا في الكلام ده؟ فالايون الحر ايون بيور طلع من الماده بسبب ان هو اتفك بس، ده معهوش اي محلول، معهوش اي ميه، معهوش اي H2O، يبقى ايون منفرد. ده كده ايون نضيف. فعشان كده عند التحليل الكهربي، كلمه تحليل يعني تفكيك كهربي، يعني وسيطه الكهرباء. تحليل يعني تفكك. عند التحليل الكهربي لمصهور هيدريد الفلز يتكون، وهنكملها نقط، عند الانود، بينما يتكون نقط عند الكاثود. مين بقى يرد عليك؟ بس انت مش هتعرف ترد لو انت مش عارف اصلا مين الانود ومين الكاثود. هل انت فاكر مين الانود ومين الكاثود مع بعض كده في صوره دي عاديه؟ ها؟ مين الانود؟ ها، القطب الايه؟ موجب. ومين الكاثود؟ والانود ده هو المصعد والكاثود هو المهبط. طب يلا بقى، لما اجي احلل كهربيا باقطاب انود وكاثود لمصهور هيدريد الفلز، انا رايح لمصهور هيدريد الفلز، حلو الكلام؟ يا ترى مين اللي هيتكون عند الانود؟ يلا يا دكتوره ملك. ومين اللي هيتكون عند الكاثود؟ ممتازه. ليه اخترت بقى هنا الهيدروجين؟ عشان هو اشارته سالبه، ده اللي بيدور عليه، عايز يثبت. تمام؟ اشارته ايه؟ سالبه، فيتكون الهيدروجين، هيدروجين عند الانود H2 يتصاعد. ليه؟ لان هو اشاره الهيدروجين هنا هو اشارته سالبه، السالب ده الهيدروجين موجود في الهيدريد على هيئه اشاره سالبه، فيطلع عند الانود اللي هو قطب موجب عكس الاقطاب. اما يتكون مين يا دكتوره ملك هنا بقى عند الكاثود؟ الفلز. صح، الفلز هو اللي يتكون ايا كان الفلز، لان الفلز هنا كان اشارته موجبه وراح عند الكاثود اللي هو اشارته سالبه عند التحليل الكهربائي. اكتبي مالك عنده. تمام؟ يبقى تكون الهيدروجين وتكون الفلز عند الكاثود. اذا ده اثبات على ان الهيدروجين عدد تكسيده اشاره سالبه والفلز اشارته موجبه في الهيدروجين. دي المنطقه اللي بيبقى عليها اسئله حلوه قبل ما ندخل على المعادله الاساسيه. يلا بقى، كيف يتكون هيدريد الفلز؟ ادي المعادله العامه، اي معادله عامه قلت لك تركز فيها. تفاعل الفلز ال1 A مع الهيدروجين يدينا هيدريد فلز. دي المعادله الاولى اللي هي السهله. هندخل وراها معادله ثانيه هي التعامل مع الميه. زي ما قلت لك دايما لما بتطلع مركب تاني خطوه انت بتعمل ايه مع الميه؟ انت عامل مؤكسد ولا عامل مختزل؟ هنعرفها دلوقتي. ها، تعال نشوف. نختار يا ريت فلز بره الفلز اللي قدامك في الكتاب عشان تعرف ان مش نفس المثال اللي قدامي. اختار مثال اللي قدامي مش عارف صوديوم ولا بوتاسيوم، نختار فلز تاني. ها، نختار ايه؟ ليثيوم. ماشي، ليثيوم زائد هيدروجين رمزه ايه؟ اتش. بس غلط، يبقى راح تعبنا اللي احنا بنعلمه من اول السنه. ها، عيله الملكه توت تتحط في حاله ثنائيه H2. ها، يطلع ايه؟ المنجد اللي هتقول اي لا اتش 2 يعني المفروض تقول ايه؟ ها، احنا مش بنجمع، احنا بنطلع على حسب التكافؤات، مش بتجمع رياضه معايا. الا اي اتش ده هنا تكافؤات. طب نوزن معادلتنا الجميله. انت داخل هنا كام؟ طالع كام؟ زي الفل. داخل هنا كام؟ طالع كام؟ يبقى 2 2 او نص تشتغل عادي. بس في وجود الحراره عشان الليثيوم يتفاعل مع الهيدروجين يطلع لك ليثيوم، هيدريد الليثيوم، وده المركب بتاعك. طيب تعالى بقى نسال السؤال اللي احنا سالنا عليه واحنا بنشرح، او بنسال عليه في البدايه. انت بتعرف منين ان الماده اللي قدامك عامل مؤكسد؟ تعرف منين؟ يعني لو عايز تثبت ان الماده اللي قدامك عامل مؤكسد نعمل ايه؟ هتعرف تجاوب دلوقتي وقول بالعربي. لا، مش على طول فوق اكسيد الهيدروجين ترمي عليه الاول. التست بتاعها ايه؟ التست يعني انا عايز اعرف الماده دي عامل مؤكسد، الماده دخلت عليها مجهوله فانا عايز اعرف عليها عامل مؤكسد، ارمي على ايه؟ لو لقيت طلعت ايه؟ بس يبقى انت كده عامل مؤكسد. السؤال بقى هنا عكس العامل المؤكسد ايه؟ عامل مختزل. عايز اعرف ان هيدريد الليثيوم عامل مختزل. واحد يقول لي طب اشمعنى سالت عامل مختزل؟ اصل انا رميت عليها الميه لقيتها ما طلعتش فوق اكسيد الهيدروجين فعرفت انها مش عامل مؤكسد. طب لقيتها طلعت ايه؟ قلت له لقيتها طلعت قلوي. قلت لي قديمه، ما اي حد بيترمي عليه الميه بيديك قلوي قديمه، مش هو ده الاثبات. ها، هات الناتج الثاني.
قال لي ليه طلعت هيدروجين؟ قال لي اقفش في ده. الهيدروجين لو طلع من الماده تثبت ان الماده دي عامل مختزن. يبقى لو رميت على الماده اللي قدامك ميه او حمض، ميه او ايه؟ او حمض، ميه او حمض. طب الميه تديك ايه والحمض يديك ايه؟ ها، الحاجه اللي تخصهم الاول، الميه تديك قلوي والحمض يديك، ده مش اثبات. صح، انت كده بتفهم، ده مش اثبات، ده منتجات. الاثبات بقى في الاثنين يطلعوا، يبقى انت عامل مختزن. يبقى انت عامل ايه؟ يبقى تعرف منين ان الماده اللي قدامك عامل مختزن؟ عند تفاعل هيدريد الفلز مع الماء او مع الاحماض. مع الميه هيديك قلب، عشان في اسئله هنحلها دلوقتي، هنفتح الكتاب وهنحلها مع بعض، هتشوفها دلوقتي وتشوف كده فين. هتدرك مع الميه هيدينا قلب، مع الاحماض يدينا ملح. ده مش اثبات. ويتصاعد ايه؟ ها؟ غاز الهيدروجين. يلا باش دي المعادله العامه. خدنا هنا اهو كي اتش مثلا، ارمي عليها اتش ان او 3. احاول اختار حاجه غير اللي قدامك عشان اعرفك ان المعادله اللي قدامك ما تحفظهاش، مش هي الهدف، ده اللي هدف. معايا؟ مين اللي طلع لي النتيجه؟ يلا يا باشا قول يا دكتوره تسنيم. كي ان او 3 ممتاز. طلعت ملح. ليه طلعت ملح؟ ليه ما طلعتيش قلوه يا تسنيم؟ عشان اللي مش فاهم يفهم من وراك. لقيتها حمض، فطالما حمض طلع ملح، انما لو ميه طلع قلوه. طلعت ملح ليه؟ عشان ده حمض. طب طلع قلوه امتى؟ لو ده ميه. معايا؟ يبقى طلعت ملح. ها، زائد H2 يتصاعد بالظبط، وهتلاقي المعادله موزونه معاك جدا. تسليم معاك يا ياسمين. معادله موزونه معانا وطلعناها هنا غاز الهيدروجين. طيب جميل بقى، خلاص علمني حاجه وخلاني افهمها، ما يسيبنيش برضه وعايز يعلمني لسه اكتر. بيقول لي اصل انت يا ابني ما حدش هيشرحها لك السنه الجايه بشكل كبير قوي، فتعلم معانا هنا شويه حاجات هتحتاجها السنه الجايه كتير. خلاص عرفت اعرف ازاي الماده العامل المؤكسد، وعرفت ازاي اعرف الماده العامل المختزن. يروح مجمع لي الاثنين مع بعض. بيقول لك ايه؟ انا دخلتك على انبوبتين، واحده فيهم عامل مؤكسد واحده فيهم عامل مختزن. قلت له ماشي. وكنت رامي عليهم ميه قبل ما تخش. قلت له ماشي. قال لي فين العامل المؤكسد والعامل المختزن؟ فانا افتكرته بيسمعني. قلت له لا، هيطلع اكسجين عامل مؤكسد ولا هيطلع هيدروجين عامل مختزن. قال لي وانت بتشوفهم؟ قلت له لا. قال لي بتشم ريحتهم؟ قلت له لا. قال لي طب ما انت كده ما اثبتتليش، ما عرفتنيش فين هنا العامل المؤكسد والمختزن. انت قلت لي على الورق اللي بيطلع اكسجين عامل مؤكسد وبيطلع هيدروجين عامل مختزن، هم فين؟ شاور لي. عرفتش اشاور، لان غاز الهيدروجين والاكسجين ما بيتشافش صحيح ولا بتشم ريحته. نعمل ايه يا ولاد؟ هي حاجه عبيطه، دراسات الاعداديه على فكره. تفاعل ولا لا؟ ارفع ايدك عايز تتكلم، بس تفاعل ولا لا؟ ما ارفع ايدك لو عايز تتكلم، ولا لو عايز تتكلم لا غير. لا ايه تفاعل غير؟ ده بتاعت التسويه. لا لا لا، الغازات النقيه اللي زي الهيدروجين والاكسجين مش عارف، ما لهمش اوساط، ما لهمش اوساط حمضيه عاديه، ما لهمش اوساط. الله الله. قول يا مروان، قول يا مؤمن. يلا شفت راجل محترم ازاي، القط كبريت. طب مين يكمل بقى؟ هو راجل اساس. الهيدروجين ايه؟ يفرقوا يفرقع صح، والاكسجين يزود الاشتعال. شغل الاعداديه. هتجيب عود سكر شاطر، فكر دخل اسمه في الاكسجين والهيدروجين. الاكسجين والهيدروجين، الهيدروجين يزداد اشتعالا، انا اسف، يحدث فرقعه الهيدروجين. اما الاكسجين يزداد توهجا، لان الغازين ما لهمش ريحه، ما لهمش لون، ما لهمش اي حاجه، فانت مش عارف تعمل اي حاجه في الدنيا غير اللي انت تتعامل معاهم معامله التعامل بكشف الغازات عشان تقدر تشوف مين افضل. تمام؟ تعال على صفحه 96 96 هنبدا الاسئله بتاعتك كده اهوت اللي موجوده في كل صفحه. 96 96 لا 97 97. يلا يا باشا الاسئله اللي بتبقى في نهايه الصفحه. السؤال الاولاني بيقول ينتج عن تفاعل سوبر اكسيد البوتاسيوم مع كل من الماء وحمض الهيدروكلور. انا عايز اللي يجاوبني على السؤال، مش يجاوب اجابه، يقول لي يجاوب الاربع اجابات. بمعنى يجاوب الاربع اجابات، كل سؤال لو صح صح ليه، غلط غلط ليه. طب انا اعمل السؤال الاولاني عليا عشان لما تسيب السؤال الثاني تعرف ان انا عايز كده. رحت اختار الف، قلت له لا مش هينفع. فسال لي المدرس قال لي ليه؟
قلت له والله لان سوبر اكسيد البوتاسيوم لما بيتفاعل مع الميه، قلت لي مع الميه او مع الحمض، لما بيتفاعل مع الميه مش بيديني ملح، هو مع الحمض بيدي ملح. قال لي طب تختارها؟ قلت له لا، ما هو قال لي ده او ده، فلازم اجيب اجابه شامله. ما هو الملح تنفع الحمض ولا ما تنفعش الميه، مش هختارها. فاهميني طبعا. بالاضافه ان مفيش ميه بتطلع مع الاثنين. اللي مفيش ميه اقول لك اه مفيش ميه بتطلع، في اكسيد هيدروجين، فانا ما طلعتش ميه، فما بصيتش على الميه، بس الملح برضه مش هختارها. ماشي. ب قلت له ما اعرفهاش. قال لي خلاص خليها في الاخر، ما اعرفهاش، ما درستش حاجه اسمها ملونه ولا غير ملونه، وسيبها. ج قلت له برضه مش هتنفع. ليه؟ علشان هيدروكسيد فريز تمشي مع الميه بس ما تمشيش معاه. جميل. د قلت له مفيش ناتج حمض وهيدروجين ناتج تفاعل ده مع مع الميه او مع الملح. قلت له فاصبح الاجابه اللي انا ما كنتش اعرفها هي صح، ودي اللي هنعمل عليها معلومه. جميع مركبات عناصر الممثله غير ملونه. جميع يعني مش الممثله 1A، لا الممثله 1A 2A 3A، اي حاجه في دماغك يا باشا. جميع مركبات العناصر الممثله، اي مركب فيه عنصر ممثل فلزي، اي مركب فيه عنصر ممثل فلزي 1A 2A 3A، اي ممثل بس هو بيكون فلزي 1A 2A غير ملون. اي مركب به عنصر ممثل فلزي غير ملون. فالطالب اللي مذاكر هو اللي هنا اللي هيعاتبني، يقول استنى بس يا مستر انتوا بتدرسوا لنا معلومات على الفاضي ولا ايه؟ امال انت من حصتين عمال تقول لنا اصفر ذهبي وقرمزي وازرق بنفسجي، امال فين الكلام ده؟ ده كاتب لما تعرض للهب. بقول لك المركب اديه في ايدك كده اهو مفيش الوان، تيجي لونه كله ابيض وهو ابيض بس عشان بيتجمع، لو حطيته في الميه وعديم اللون. معاك الكلام ده؟ فمركبات العناصر الممثله كلها بلا استثناء بتاع فلزات 1 اي و2 اي و3 اي غير ملونه، فعشان كده الاجابه ب صح. طيب يلا بقى مين يحل لي رقم 2 وزي ما انا عملت كده؟ قول لي والله الف صح، صح ليه؟ غلط قول لي غلط ليه؟ معايا انا مش عايز اجابه بس. تمام؟ ها يلا تسليم، يلا ماشي انت عايز، يلا بسم الله قول. ايوه مش انت عايز؟ طيب لازم اغيظك بقى، ما انا غلط ولا مش راضي ترد، يلا قول. عند طرق، طيب قول. مش عارف اقول يا جان خلاص. يلا يا جان. عند طرق قطعه من البوتاسيوم في الهواء الجوي. الراجل عارف ان البوتاسيوم مشترك ما بين مين وما بين مين؟ ها؟ في الفوق اكسيد والسوبر اكسيد، وعارف ان انا كنت اعرف اختار لو اداني درجه حراره يسيبني في حالي. قال لي لا والله ما انا مديك درجه حراره، هقول لك في الهواء الجوي عشان اسيبك غرقان. يا اما ده يا اما ده، لان لو قلت لك انا فوق ال 180 لحد ال 300 كنت هتقول لي ايه؟ ها فوق اكسيد. ولو كنت قلت لك فوق ال 300 بس انا بقى مش هجيب درجه حراره عشان ما تعرفش، انا هقول لك في الهواء الجوي. وراح مكمل كون طبقه اكس، وعند ذوبان هذه الطبقه في الميه تكون محلول واي. هرد بس على الحته دي الاول. في طالب يقول لي يا مستر طيب ماشي، سواء بقى انت فوق اكسيد ولا سوبر اكسيد، انا هسال في حاجه ثانيه. مستر انهي محلول؟ ما هو انا ممكن اطلع وانا حاطه في الميه، ممكن اطلع قلوي وفوق اكسيد هيدروجين من اثنين مواد سائله. يقصد انهي المحلول؟ الفوق اكسيد مش محلول، ماده نقيه، عشان تبقى عارف برضو الكلام ده مهم على فكره. الفوق اكسيد تعرف ان هو سائل بس ماده نقيه، مش محلول. المحلول هو القلوي او الملح. القلوي لو بيتفاعل مع الميه، والملح لو بيتفاعل مع حمض. يبقى المحلول هو مين؟ يقصد بكلمه محلول هو مين؟ الهيدروكسيد لو بيتفاعل مع الميه، او الملح اللي بيتفاعل مع الحمض. حلو. ما الصيغه الكيميائيه لكل من اكس والواي؟ انا شرحت السؤال اهو بقى، حد يجاوب بقى يلا يا دكتور. لا انا قلت لك مش عايز جيم بقى، انا هقول لك كل واحده. ده عبد الله اللي نايم قاعد مركز بيقول لي يا عم، بقول لك اهو حل يا عم. اصل انت ما عرفتش خالد عبد الله يقول. قول يلا. الف صح ولا غلط؟ ليه؟ لا 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 لا، يعني انت رحت على الكربونات وعدت معاك الاولى عادي؟ يعني ايه مش فاهم انا يعني رحت للثانيه والاولى عدت معاك عادي؟ طب الاولى عدت معاك ليه؟ طيب الاولى دي ايه؟ سوبر اكسيد؟ لا والله. امال انا بدي الثانويه العامه عشان ايه؟ اكسيد عادي، وهو ما بيعملش اكسيد عادي. مين اللي بيعمل اكسيد العادي؟ لسه يلا دوس ب. ممكن ايوه كده كده انت فهمت انت الفكره. اول واحده تنفع، الثانيه ليه؟ مع حمض. ايوه كده. ها جي
ايوه، وتاني واحده تنفع صح، اول واحده عشان يمشي فوق اكسيد، وتاني واحده انها طلعت القلم ده. ليه اول واحده ما تنفعش؟ ليه؟ ما ده السوبر يابا. اه تنفع، وتاني واحده ما تنفعش ليه؟ ما هو بيطلع الاتش 2 او 2. ايوه، لو انت ما كنتش فهمت الحته دي كنت هتقول لي يا مستر انا بتحارب ما بين جيم ودال، ما جيم ودال تمشي معايا، اقول له ده لا ليه؟ علشان هو انا عايز ايه؟ محلول. هو ما قالكش مش هطلع اتش 2 او 2، ما انا هطلع اتش 2 او 2 في الاثنين، بس قال لي يتكون محلول واحد. الاتش 2 او 2 مش هي المحلول، عارف الكلام ده؟ يبقى اذا الاجابه عندنا هتبقى الاجابه. تمام؟ طيب روح على صفحه 98. 98 عند تفاعل مركب هيدريد ايوني مع الميه. عند تفاعل مركب هيدريد ايوني مع الميه، مع الميه يتكون ايه؟ محلول قاعدي. يتكون محلول ايه؟ ليه؟ لانك انت هينتج منك هيدروكسيد فلز، فالهيدروكسيد الفلز ده محلول قاعدي، يبقى اذا الاجابه بتاعتنا هتبقى الاجابه ج، ده الاجابه الصحيحه. طيب ده كده كان الجزئيه بتاعتنا. نفتح كده على اسئله الواجب يا حبايبي كده. خلاص بقيه الخواص اللي باقيه كلها الصغيره من 7 ل 13 كلها لقطات صغيره كده، ان شاء الله ناخدهم بكره كده على هيئه لقطات ان شاء الله. 7 ل 11 ولا ايه؟ وبكره ان شاء الله ناخد النهارده حصه الواجب. الواجب بتاعنا هيكون صفحه 112 من رقم 17 لحد رقم 24.